الحقيقه انا وليت محرج الا جبت ملف لابد من مثل الهيئات، لان الموضوع يمس الهيئات ماشي موضوع اخر. عندي احراج كبير الان الا تكلمت بالحقيقه والصدق مع مجلس النواب، غدا كيخرج بيان تيقول لك هذا السيد تيهاجمنا في البرلمان. انا خصني نجاوبكم ونعطيكم الحقائق. اليوم اضطريت باش ما نقولش حقائق معينه، مادام طرحت عليها نعطيك الحقائق المعينه، بحيث توصل المؤسسات تقول لك ان لجنه العدل والتشريع في مجلس النواب تجاوزت الخطوط الحمراء. عندكم انتم ماشي خطوط حمراء، انتم مؤسسه دستوريه. سمحوا لي، وانا حتى توجهوا لي السؤال كنكون معكم واضح بالحقيقه. انا نعطيك الوضوح. المشكل اللي عندنا في هذه العقود شنو هي؟ عندنا واحد الان عندنا 60 محامي، 30 متابعين جنائيا و30 في البحث. الاولى عندنا موظفين ديال كتاب الضبط لانهم مركز تقع التوقيع في السجن، خصني نحمي الموظفين ديالي. الثانيه عندنا اراضي الجموع والاراضي السلاليه تكتبات. دابا من حيت جيت انا وزير، اول حاجه ضغطت على الموثقين انه ما يديرش عقد البيع الا اذا كانت عنده هو بين يديه سند الملكيه للبائع، باش نعرفوا بان كيملك قبل ما يبيع. هذوك يجيو بقبر باللق ويدير العقد. اعتقلنا او اعتقلت النيابه العامه، باش يقول لك النواب استولى على السلطه القضائيه، اعتقلوا كتاب عموميين عندهم لونطيت ديال المحامي طبوا وتيديروا العقود كيديروا طبوا كيديروا. وكاين كاتب عمومي كيكتب العقد ب 300 درهم كيعطي 200 درهم هذيك الهيئه، ذاك الموظف ديال هذيك الهيئه، و 100 درهم كيديها هو. اخيرا وهي اللي جابتني كاو التجد ما هذا القانون، داروا واحد السند بالنسبه للاراضي القصدير وداك الشيء. داروا واحد السند انه اللي استفاد كيعطيو واحد الشهاده الاستفاده، هذيك اللي شتي هذا الاستفاده شدوا حتى هي كيديروا لها عقد البيع. قلنا لهم ارحمونا يا اخي. تكلمنا مع الساده المحامين النقباء كانوا كلهم تيقول لك هذا الشيء العقود راه ما شاد. انا اش كنقول في الاول؟ تقول لهم اجيو غير ديروا تكوين في العقود، اش غير نضبطوا هذا الشيء؟ لان السلع العقار هو هذا. عندنا لجنه تابعه لاستشاره الملك وكترأسها في وزاره العدل ديال مناهضه استيلاء العقارات. ودابا الاراضي واش كيوقع؟ اراضي الجموع، اراضي ديال سلاليه، اش يوقع من بعد؟ راه من بعد اللي مشكله السيد الرئيس، من بعد اللي مشكل. كاينش ديك الوثيقه، كيصبح كيلقى راسو ماشي وثيقه رسميه، كيمشي للمحكمه كيخلقوا لنا ملفات في المحكمه اخرى، كنبقاو داخلين في المحكمه الوثيقه واش رسميه واش ماشي رسميه. اخرها كتبوا لي محامون، راه عندي الوثيقه، تيقول لي لقد تابعونا على عقود هي اصلا عقود باطله. حيت اخويا عقود باطله علاش كتبتيها؟ علاش تكتبها؟ انت محامي تدير دراسه للملف. عاد عندنا محامين في السجن يمكن ناس وزيد على كل ما حيت شفنا هذه المشاكل كلها كيفاش غادي نحلوها. ما يمكنش هذا المحامين ديال البوليس يحط راسو. قلت له حيدوا هذا الاختصاص. بعد غير الاراضي السلاليه واراضي الجموع، راه وزاره الداخليه تعاني. كل نهار كيجي لها شي واحد بعقد يقول لها الاضرار ديالي. الشهاده الاداريه ما كاين لا شهاده اداريه، ما كاين لا وثيقه تثبيت، ما كاين لا عقد استمراريه، ما كاين حتى شي حاجه. اجي احمد جان ابراهيم كتب بقى عطيه 100000 درهم سير بحال، وغدا يجيك للمحكمه يرفع لك دعوه، وعاوتاني ها المحامي ها المصاريف. انا كنخسروا تقريبا واحد 200,000 درهم في كل ملف كيرجع ابتدائي وسير فيه ونقدر. هذاك المحامي كيشد داكشي اللي كيشد، وكنوليو داخلين والقاضي غيحكم على من وغادي يعطي لمن وغيقول له بطلان وغادي يقول والفلوس مشات وتخلصت وواحد بعد الارض ماشي ديالو. واحد الروينه. كي بغيتو نعالج هذا الموضوع حينا المحامين. علاش؟ لان هذا اختصاص للعدول وللمتقين وعندهم الضوابط ومضبوطين. الان هو القرار جا ديال دابا القرار صدر على المحكمه الدستوريه قل بالغاء هذاك القانون العدول، ولكن فين مشى النصوص اللي ضد العدول نفسها. دابا حتى داكشي عطيت العدول خصنا نعيد فيه النظر. دابا على كل حال باقيه معكم شهر ونص، غادي نعاودوا نخدموا هذا الشهر ونص تنجيبوا هذا الشيء. وواحد القضيه اخرى، انا ما عندي مع شي هيئه شي حاجه، ولكن سمحوا لي راه اللي خصو يدار. نكون وهبي، نكون شي رميد، نكون اللي بغي نكون. اللي خصو يدار الا كان كون وزير كيتحمل مسؤوليته، راه نتوما هما المشكل ماشي هما. لان كنتم ممثل الامه وانتم يمكن تقيلوني وانتم كنتم تراقبوني وكنتم ديروا لجنه تقصي الحقائق، ويمكن بزاف الامور عندكم. خصنا نحترموا هذه القضيه. باش نحترموا خصكم نكون معكم صادقين، نقول لكم على الحقيقه وانتم خذوا القرار اللي بغيتوا. بغيتوا تخليوا المحامين شي خليوه ليهم، بغيتوا تجيو تضبطوا الامور انا معنا هذا الشيء، انا هنا. ولكن هما يديروا البيانات حتى غدا. واش عطيت رقم في مجلس المستشارين حقيقي
نردوها بانها جريمه. ما نعطيهاش للممثل الامه باش يعرفوا الفلوس اللي كيعطيو في الميزانيه ديال المساعده القضائيه، الفلوس اللي كتعطى في الميزانيه وليتو ما كتصوتوا عليهم، عارفين كتمشي. ما تقول ما نعطيهاش لكم، نخبيها عليكم باش نكون انا زوين قدام المحامين. سمحوا لي انا خايب عند كلشي على المحامين ولا انتم. الفكره اخرى باش ما تزرع خطيره. قلنا الساده المحامون راه القانون كيفرض باش نقل الا بغيو يديروا العقود كيفرض القانون وفق الاتفاقيات كافي باش نجي نفتشك ونفتش لك فلوسك ونفتش لك الملفات ديالك. هذه اتفاقيات كافي لانه لمحاربه تبييض الاموال. قالوا لك حنا ما تفتشونا، اذا ما غاديروش العقود. ما بغيناهم لان ما خلينا نفتشونا. بغيتي يلا، ولكن راه كل نهار جاي لك الاتحاد الاوروبي وحنا الهيئه تاع كافي ويجي يفتش لك. يلا وزيد وشوف كي غدير ليها انت. اجي درتي عقد، هاد الفلوس فينا هما فين تحالوا ولا درتيهم لاش كذا، هاد البلد كبير ماشي صغير، هاد الارض كتسوى 100 مليون انت درتي 300 مليون، اذا 200 مليون تبييض الاموال وغادي ندخلوا واحد حيص بيص ما تخرجش من المحاماه. قلنا لهم حصروا هادشي. هذا يا اخويا انا جهدي عليك، بغيتي دير العقود دير العقد، ولكن غادي ندير لها الضمانات كلها اللي كان فيها القانون. لي نوطير درنا معاهم الضمانات. شنو هي الضمانات؟ كيحط الفلوس في السي دي جي، والان درنا قرار اخر احنا كنشتغلوا عليه. كل زبون حط الفلوس عند النوطير ولا حالها في السي دي جي كيصبح عندها واحد الريب رقم خاص باش الا بغى يخرج شي نعرفوا واش خرج للزبون ولا خرج لجهه اخرى. لا انا كنزين راه الامن لا باش خليني من الامن القضائي وكذا، راه الثقه ديال الراس مال الدولي في المغرب هو ان هذه الامور تمشي مقاده. وانت الا بغيتي تفتح الباب للمراقبه الدوليه في الفلوس ديال المحامين يلا دير العقود. شكرا سيد الرئيس.